جايه لكم النهارده بوكس احلام كل بنت. دي المنتجات اللي انا استخدمتها لشعري لمده سنتين. البوكس ده فيه بقى فيتامين، فيه شامبو، فيه حمامات كريم، فيه سبراي، فيه لوشن، فيه كريمات عاديه، فيه ليف ان، فيه سيرم، فيه كل حاجه انا استخدمتها لشعري والروتين اللي انا كنت ماشيه عليه. هقول لكم هنا ايه المنتجات اللي جابت معايا نتيجه سريعه، ايه المنتجات اللي كانت نتيجتها بطيئه. طبعا الحاجات اللي انا جايباها دي في حاجات منها مستورده وفي حاجات لا، فطبيعي ان في حاجات بتبقى غاليه وحاجات لا. فانا قلت ان انا يعني اقول لكم تجربتي برضه عشان لو في حد عايز يجيب حاجه من الحاجات دي يسمع تجربتي وخبرتي في الحاجه دي اللي انا استخدمتها. تمام. اول حاجه رحت كشفت عند دكتور، والدكتور كتب لي على فيتامين استمر عليه 6 شهور، وهو كان البرفكتيل هير اللي هو المستورد. ده اللي هو بيبقى مكتوب عليه هير، عشان في واحد تاني بتاع البشرة والأظافر وبتاع الشعر. أنا كانت مشكلتي كلها في الشعر، فجبت ده اللي هو المتخصص للشعر. ده شكل العلبة بتاعته، وزي ما قلت لكم ده اللي هو كان مستورد. العلبة دي بتبقى فيها 60 حباية. الدكتور كان قايل ان انا اخد كل يوم حبايتين، بس الحباية بتاعته كبيرة فكانت تقيلة عليا، فكنت باخد بصراحة حباية واحدة. استمريت عليه لمدة سنة. عايزة اقول لكم اول كام شهر كان بيجيب معايا نتيجة، وقف لي التساقط الى نوعا ما. شعري كان بيقع كتير جدا، التساقط قل لي كتير جدا. آه، طول الشعر بدأ يطول بداية مثلا من الشهر الثالث، يعني بعد ما خلصت علبتين في العلبة الثالثة. تمام. الشعر بدأ يطول حاجة في حاجة. بعد كده هو الدكتور كان قايل لي امشي عليه 6 شهور. وقفت ال6 شهور، يعني برضو ما وصلتش للنتيجة المرضية اللي أنا عايزاها. فرحت كررته تاني، فلقيت ان هو ما بيجيبش معايا نتيجة. بمعنى أصح فضلت شهرين 3 لقيت شعري ثابت زي ما هو، مش بيطول تاني خلاص. التساقط هو موجود، قل كتير بس برضو يعني مش بيزيد في الطول. تمام. فبعد كده جبت ايه تاني؟ جبت اللي هو ده اللي هو الاي سي ام نوفوفان. ده شكله، ده برضو مستورد. عايزه اقول لكم بقى ان الاي سي ام ده الكبسولات دي، عايزه اقول لكم من اول شهر وانا بدات الاحظ طول في شعري. ده الفيتامين الوحيد اللي بدات اشوف فيه طول في شعري، وده مش بلاقيه بسهوله. انا اول حاجه جبت علبه خلصتها. تمام. نزلت تاني الصيدليه علشان اجيبه، ما لقيتهوش. فقلت للصيدليه ان هي لما يجي لها تكلمني كده، وان هم يشيلوا لي منه كام علبه. تمام. جبت منه كمان 3 علب. خلصت علبه، وبعد كده اهو معايا هنا علبتين كمان اهو. والعلبه دي كده 3 علبه خلصتها خلاص اترمت. دي العلبه التانية اهي، دي خلصانه خالص. دي العلبه التانية اهي. يبقى انا كده خلصت علبتين. دي كده التانية، دي التالتة والرابعة. العلبتين دول بقى اهو، دول جداد. دي اللي انا باخد منها دلوقتي اهي. اهو هي بيبقى فيها 3 شرايط. دي اللي انا باخد منها حاليا اهو، دول لسه مليانين. والعلبة دي اهي، بصوا لسه بحالها اهي. دي لسه ما خدتش منها اي حاجة. فانا كنت شارية العلبتين دول كمان علشان خاطر انا مش بلاقيه بسهولة. ده انا كنت جايباه، الفيتامين ده كان ب 900 جنيه. العلبة الواحدة ب 900 جنيه. تمام. دي بقى خدت منها دي بصراحة يعني خفيفة عن البرفكتيل. خدت منها باخد حبايتين في اليوم. عايزه اقول لكم من اول شهر هتلاحظوا ان شعركم هيطول. هتلاحظوا كمان ان التساقط بدأ يقل. فده ممتاز. هو ده حاليا اللي انا ماشيه عليه، ده، ومش هغيره الا بقى لو لقيته بعد فتره ما جابش معايا نتيجه. فطبعا احنا مع بعض وهقول لكم النتيجه بتاعته مستمره. تمام. النتيجه بتاعته بدأت تقل، هقول لكم برده كل حاجه. تمام. جبت معاهم ايه بقى تاني؟ طبعا انا ده جبته فيتامين كده كده مكمل لشعري، تمام، لجسمي عامه، علشان يفيد شعري. لان طبيعي بناكل خضروات وبناكل فاكهه كتير، بس مش بناكل الكميه اللي هي شعرنا بيحتاجها عامه. فجبت حاجه تاني، وهي ايه بقى؟ بص، جبت اللوشن ده.
من ACM برضو. اللوشن ده بتاع تساقط الشعر، وان هو بيساعد ان الشعر النمو بتاعه يعني يبقى كويس ويتحسن والكلام ده كله. انا جبت اللي هي الاحمر، عشان في نوعين، في الاحمر ده وفي الازرق. الاحمر ده عشان بيقولوا اللي هو المؤقت، اللي هو التساقط المؤقت، اللي هو الهرموني، تساقط هرموني، اللي هو حاجه مؤقته. الازرق ده بقى بيقولوا اللي هو التساقط الشديد، او بمعنى اصح اللي عنده تساقط مزمن. تمام. بصوا بقى، اول حاجه انا جربت اللي هو الاحمر ده، وطبعا مش هنلاقيه بسهوله. تمام. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا لفيت يعتبر صيدليات كتير جدا عشان ان انا الاقيه. بصوا انا مستخدماه، انا ده كده بقالي شهر، ممكن شهر ونص كده بستخدمه. تمام. بصوا انا مخلصه الازازه لحد هنا. تمام. عايزه اقول لكم تحفه، تحفه. اللي عايزه يطلع لها بيبي هير قدام في شعرها، او عندها فراغات، عايزه اقول لكم ان ده جبار ده. تمام. فده انا استخدمته اهو شهر ونص. بحطه بس على الاماكن اللي هي الشعر فيها خفيف، مش لازم في كل شعري. الازرق ده بقى انا لسه بصراحه ما استخدمتوش، بس هو بيقولوا ده كمان اقوى، فانا جبته علشان هستخدمه الفتره الجايه. فطبعا هستخدمه الفتره الجايه، وهطلع برده في فيديو تاني هقول لكم تجربتي فيه ايه، هل زي اللي هو الاحمر ولا لا. اهو ده شكله. بصوا بقى، كنت اقول لكم ايه. اه الاحمر ده هو بيتفك اهو كده من هنا اهي. ولازم الاول قبل ما نستخدمه اللي احنا نرجه كويس جدا. عايزه اقول لكم اللي هو من جوه سايل خالص شفاف. هو ممكن اول ما تجيبوه هتحس ان هو عليه زي زيت كده، فعشان كده لازم ترجوه. ده شكل العبوه اهو. طبعا ده برضو مستورد، ده نفس البراند بتاع الفيتامين اللي انا باخده حاليا. يبقى احنا كده قلت لكم ده ممتاز، والنتيجه بتاعته بتبان من اول ازازه. انا هو بقالي شهر ونص لسه ما خلصتش الازازه، انا لسه يعني ما عدتش الازازه دي، اول ازازه ليا. لما لقيت الفيتامين حلو فجبت منه اللوشن ده كمان. تمام. الازرق ده بقى لسه هستخدمه اليومين الجايين، وهقول لكم برده تجربتي. بس انا مش هستخدمه غير بعد ما اخلص ده، عشان اعرف ان انا اقول لكم النتيجه بالظبط. تمام. بستخدم بقى ايه تاني عشان انضف فروه شعري. تمام. عشان اللوشن ده بيبقى تقيل على الشعر، بمعنى اصح كل يوم بحطه، كل يوم بحطه، وبعمل مساج لشعري. فطبيعي ان يحصل مثلا ايه، ان الفروه بتاعتي تبقى مزيته شويه، فروه شعري ممكن يبقى فيه قشره، الكلام ده كله. بصوا بقى، الشامبو ده من نيزابيكس، ده بتاع القشره مش بتاع الشعر، بتاع فروه الشعر، ده بتاع القشره. ده لازم اغسل بيه شعري. انا بغسل شعري يوم ويوم، واحيانا كمان كل يوم، ومش غلط، مش غلط خالص. ليه بقى؟ لان الحاجات اللي احنا بنحطها على فروه شعرنا بتعمل زيوت كتير، فطبيعي الحاجات دي كلها بتسد المسامات بتاعه الفروه، فطبيعي الشعر مش هيطول، الشعر مش هيتغذى كويس، مهما تحط حاجات في شعرك مش هتستفيدي بيها. تمام. بصوا ده شكله اهو. بصوا القوام بتاعه، ده القوام بتاعه. الرغوه بتاعته خفيفه، ما بيعملش رغوه واو يعني زي الشامبو العادي بتاع الشعر. ده بنحطه بس على الفروه بتاعت شعرنا. عايزه اقول لكم ممتاز، بيخلي ريحه الشعر حلوه جدا، وكمان بينظف الفروه كويس جدا. فانا ده بغسل بيه الفروه بتاعت شعري عادي، وبقيت شعر عادي بستخدم ليه اي شامبو تاني. تاني حاجه بستخدمها لشعري وهو الشامبو ده من لوريال الفيف، اللي هو بزيت الجوجوبا. بقالي كده 3 شهور بستخدمه، عايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي. بس اهم حاجه اللي هو بتاع فروه الشعر، نيزابيكس ده ممتاز. اهم حاجه فروه شعري، ده بيدي ريحه حلوه لشعري برضو، وكمان بيسيب شعري طري كده لمده يومين 3. فده تحفه. انتوا طبعا وحسب شعركم ممكن ترتاحوا على ده، ممكن لا، حسب طبيعه الشعر بتاعكم. شعركم بقى جاف، دهني،
هايش، الحاجات دي كله طبعا ده اذواق، وكمان حسب الشعرايه. ممكن انا شعري يجي على الشامبو ده، انتوا لا. فده اللي انا بستخدمه، انا بنقل لكم تجربتي للمنتجات اللي انا بستخدمها، فده ممتاز. قبل بقى ما اجيب اللوشن اللي هو بتاع اي سي ام، انا كنت بستخدم ايه لشعري؟ بصوا، كنت بجيب ده، الدكتور كانت كاتبهولي، ده كريم من في دول. ده الكريم ده هو مكتوب عليه ان هو بتاع تقصف الشعر، تشقق الاطراف بتاعته، بيرطب الشعر، الكلام ده كله. طيب انا الدكتور ما كانتش كاتبهولي علشان خاطر ان انا احطه على شعري، لا، هي كانت كاتبهولي علشان ان انا احطه قدام كده في الحتتين اللي هو الخفاف اللي بيبقوا في الشعر من قدام، الحتتين دول بيبقوا خفاف، الشعر فيهم بيقل. فقالت لي ده انت هتحطيهم هنا مرتين في اليوم، هتستمر عليه. قلت لها طب يا دكتور ده مكتوب عليه ان هو للشعر التقصف الكلام ده. قالت لي مالكيش دعوه بالكلام ده، اهم حاجه المواد اللي فيه. تمام. ده انا استمريت عليه فتره. بص هو بطيء، مش هقول لكم اللي هو سريع هتشوفوا نتيجه منه على طول، بس هو ممتاز. ده فعلا اللي عنده الحتتين دول اللي في مقدمه الراس دي خفيفه، الشعر فيها خفيف، عايزه اقول لكم ان الكريم ده هيبدا يطلع شعر صغير عندكم. كنت بحطه مرتين في اليوم. بس هقول لكم انا كنت بعمل ايه قبل ما احط الكريم ده. اهو، اسمه فيفيدول. تمام. بس الشركه دي نفس البراند ده، فيفيدول برضو، بس اللوشن بتاعها اهو، ده كان محفز لنمو الشعر. تمام. اللوشن ده بقى كنت بستخدمه برضو لوشن لشعري قبل ما اجيب اللي هو الاي سي ام. شفت منه نتيجه، شفت منه نتيجه وحلو. ونسيت اقول لكم كمان ان الكريم ده كنت برضو بحطه هنا في شعري من قدام، وكنت كمان احيانا بحطه على شعري كله علشان اسرح بالشعر. كتسليك للشعر حلو، بيسلك الشعر قوي وبيسيب الشعرايه طريه. يعني ممكن تفضلوا يومين ما تحطوش حاجه في شعركم، بيسيب الشعرايه رطبه كده وطريه جدا. اللوشن بتاعه برضو ممتاز، بس برضو مش سريع، من اللي عايزه نتيجه على طول، اللي مثلا فرحها قرب، اللي هتتجوز، الكلام ده كله، او مستعجله ان هي يطلع لها شعر بسرعه او يجيب نتيجه، لا، مش هيطلع لكم في، يعني مش هيجيب نتيجه في شهر اتنين، لا، هياخد مده اطول. ده هياخد مده اطول، بس حلو. يعني انا برضو بحطه، مش ما بجيبوش، لا، بجيبه بس مش مستمريه عليه قوي، بس لازم احطه برضه. تمام. بص، ده اللوشن ده اسمه فيرست فوك، فيرست فوك، فيرست فوك اهو، ده شكله. ده ده كان الدكتور برضو كاتبهولي، بس اللوشن ده بقى كان لشعري كله. يعني الفيفي دول ده كانت قايله لي عليه بس قدام، ده كانت كاتباهولي لشعري كله، وان انا احطه برضو مرتين في اليوم. عايزه اقول لكم تحفه. انا بصوا مخلصه دي اهي، اهي دي خلصانه، دي التانية فيها بصوا حبه صغنطاطين خالص. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي، وبيوقف التساقط، وفعلا بيطلع شعر، بس برضو عايز استمراريه. الحاجات دي مش سريعه، الحاجات دي استمراريه، على الاقل على الاقل 3 شهور، 3 شهور فيما فوق هتشوفي نتيجه. وما كانش برضو غالي، بس انا مش فاكره قوي لان العبوتين دول بقالهم معايا من فتره. ده الاسعار بتاعته مش هتلاقوها في كل حته غير التاني. تمام. ده عامه انا كنت جايباه كان ب 750 او 775 في الصيدليه، بره هتلاقوه اغلى. يعني بره ممكن بشوفه بيتباع ب 850 وب 950 وكده. فعشان كده بقول لكم السعر مش واحد. زي برضو الفيتامين ده انا جبته من الصيدليه ب 900، بره هتلاقوه اغلى. شفت ناس بتبيعه باغلى من 900 جنيه،
انا جبته من الصيدليه، ده سعره كان 900. ده كان مش فاكره يا 750 يا 775. ممكن تلاقوه بقى بره في فرق 50 جنيه 100 جنيه. انا بقول لكم على الاسعار. قبل بقى ما احط اللوشن بتاعي او احط السبراي بتاعي كنت بعمل ايه؟ جبت الفرشه دي بتاعه المساج بتاعه الشعر اهي، تمام. كنت بعمل بيها مساج لشعري. بغسل شعري الاول بالشامبو بتاع القشره والشامبو العادي، بعد كده بنشف شعري، بعد كده ببدا ان انا اعمل مساج لشعري بالفرشه دي. ما عندكوش الفرشه دي هتعملوها عادي كده باطراف صوابعكم. اهم حاجه المساج دي علشان بيحرك الدوره الدمويه بتاعه الشعر، ده بيساعد ان الشعر يتعالج اسرع، يطول اسرع، يستفيد بالحاجات اللي انت بتحطيها في شعرك، تمام. بعد كده كنت بستخدم الديرما رولر، تمام. بص، ده النوع اللي انا بستخدمه، خامتها حلوه ممتازه. بص اهي، ده شكلها بعد ما كنت بعمل مساج لشعري كنت بستخدمها اهي. بستخدمها ازاي بقى؟ بقسم شعري عادي كده نصين، ببدأ كده اهو رايح جاي، وبعد كده اهو كده من الجنب، وبعد كده عكس عكاس، وبالراحة جدا علشان الشعراية بتاعتك ممكن تشبك في الرول ده كده وممكن تتقطع، فدي عايزة حذر وانت بتستخدميها، تمام. دي كنت بعملها مرتين في الاسبوع، مش كل يوم، مرتين بس. اول حاجة انا بدأت بالنص، وبعد كده بدأت ازود اهي. دي كانت 1 ملي، دي زودتها بعد ما فروة شعري خدت عليها. الاول نبدأ بالحاجة الصغيرة، انا بدأت بالنص فانتي وراحتك، وبعد كده جبت اللي هي الواحد دي 1 ملي. بعد كده بعمل ايه بقى تاني؟ بعمل حمام زيت. هتقولوا لي ازاي بتعملي ديرما رولر وبعد كده حمام زيت؟ هقول لكم. لازم افتح المسامات بتاعه فروه شعري، تملي فيها هنا الزيت ايا كان نوع الزيت اللي انت بتحطيه، وبعد كده بقى بتبداي كانك بتسرحي بقى شعرك كده، وتبداي تملي في شعرك كله. وبعد ما احط الزيت ببدا ان انا اعمل مساج لشعري كله، ايا كان برضو بصوابعي او بالفرشه، تمام. الزيت ده بقى عباره عن ايه؟ هقول لكم. بصوا، كنت بخلط، بجيب كميات متساويه من الزيوت، زيت روزماري، زيت جوجوبا، زيت خروع، زيت جرجير، زيت جزر، زيت سمسم، زيت لوز حلو، زيت زيتون، زيت روزماري. كنت بجيب كل الزيوت، وزيت جوز هند. كنت بجيب كل الزيوت دي خام، تمام. واهم حاجه تكون خام وتكون نظيفه من مكان موثوق فيه. فانا كنت بجيب الزيوت دي كلها، المقدار بيبقى مقدار واحد، كله قد بعضه، وبحطهم في اي بطرمان، اي ازازه، ايا كان عندك ايه. بتخلطي كل الزيوت مع بعضها، وبعد كده كنت بحط جواها، بجيب توم، بقشر توم وبحط التوم هنا جواه. كنت بسيبها بالظبط 3 4 ايام كده بالثوم، بعد كده بشيل الثوم منها. بس عايزه اقول لكم الزيت ده فظيع، تمام. بصوا، هكتب لكم برضو الزيوت كلها عشان انا برضو مش فاكره قوي بقيه الزيوت. هكتبها لكم تحت في اول كومنت في الفيديو، هكتب لكم كل الزيوت اللي انا مستخدماها. الزيوت دي حلوه قوي. بعمل حمام زيت لشعري مرتين في الاسبوع، معاهم ديرما. يعني بعمل الديرما الاول وبعد كده بعمل حمام زيت. حمام الزيت ما بحطهوش يوم كامل او 10 ساعات او 8 ساعات او الكلام ده كله، لا. انا الزيت اخر ساعتين 3 وبعد كده اغسل شعري. بزوده عن كده او ان انا اسيب شعري اكتر من كده شعري بيقع. انا بقول لكم على الصح. حمام زيت بيبقى ساعه، ساعه ونص، ساعتين، 3 ساعات اقصى حاجه، عشان الزيوت دي كلها بتبقى تقيله على الشعرايه. الزيوت دي كلها مش هتفيد شعرك لو حطيتيها كتير، او ان هي بقت تقيله هتضعف شعرك، هتسد المسامات بتاعه فروه الراس، مش هتستفيدي باي حاجه. فهي دي الزيوت. وهكتب لكم برده الزيوت تاكيدا، عشان اكيد انا ناسي حاجه، هكتبها لكم كلها في اول تعليق، تمام. فده حمام الزيت ده بعمله مرتين في الاسبوع، انا مواظبه على كده.
ناقص ايه تاني؟ بصوا بقى، وانا عامله حمام زيت، حمام الزيت بحطه على فروه شعري، تمام. بحط بقى ايه على الشعرايه نفسها. بصوا الشعرايه نفسها بحط اللي هو باراشوت، ده اللي هو بتاع جوز الهند، بحطه على الشعرايه كلها، بالذات الاطراف بتاعه شعري، تمام. اهي الزيت ده تحفه وريحته خطيره، ممتاز. بحط بقى فوقيه ايه؟ ده حمام الكريم ده بتاع ايفا، ده خطير خطير. بصوا ده للشعر الجاف، بيرطبه جدا، ده بالصبار وبروتينات الزبادي اهو، خطير. انا ده كل ما بيخلص بجيب منه تاني. احلى حمام كريم كسعر وكنتيجه، تحفه. احلى حمام كريم بصراحه، جاب معايا نتيجه ممتاز، وسعره رخيص جدا. مش فاكره كان بحاجه و60 حاجه و70 في الرينج ده، بس جبار. انا هوريكم واحد تاني بستخدمه، ده لسه جديد. بصوا ده اللي انا بستخدمه حاليا اهو، حتى بصوا الكيس اهو قرب يخلص، ده الكيس اللي هو لسه جديد، تحفه تحفه تحفه. ده يستاهل كل جنيه يدفع فيه بصراحه. هقول لكم على الليف ان اللي انا بستخدمه لشعري، من لوريال الفيف، اللي هو بحمض الهايلورونيك. ده ممتاز ممتاز. شعرك بقى مش متسلك، عايز يتسلك، شعرك عايز ترطيب، عايزه تعملي شعرك كيرلي وعايزه ليف ان حلو، ده كريحه والقوام بتاعه طري جدا وحلو قوي 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 قوي. ده مش خساره فيه اي جنيه بصراحه، ممتاز. اخر حاجه بقى الكريم ده كريم عادي خالص، تدهنيه لشعرك اليوم اللي انت مش هتغسلي فيه شعرك. لازم طبعا تحطي سيرم او ليف ان او كريم. الكريم ده كنت اول مره اجربه، ده من براند اللي هو بتاع اسمه مود. ده عايزه اقول لكم خيال خيال، من اقل حاجه حته صغنططه قد كده. عايزه اقول لكم ان هو بيطر الشعرايه قوي وبيديها ريحه حلوه جدا. بصوا القوام بتاعه سايل جدا، طري جدا، كريمي خالص. عايزه اقول لكم من اقل حاجه، يعني ممكن احط كمان نقطتين ثلاثه زي دول صغنطتين وادهن بيهم شعري كله. شعر بنتك بقى، شعرك انت من النوع اللي هو الناشف شويه، مش بتسلك على طول، لازم ترطيبات كتير. عايزه اقول لكم ده جبار جبار. في الايام اللي انا مش بعمل فيها حمام زيت او ان انا بغسل شعري، بدهن منه حته صغنططه واسرح شعري، فظيع فظيع. ده للاستخدام اليومي، تحفه. فده هاتوه برضو مش هتندموا. ده برضو كان سعره مش غالي، كنت جايباه بحاجه و90 100، في الرينج ده، مش غالي عن كده، 100 وحاجات بسيطه، 102 103 حاجات كده، مش اغلى من كده، تمام. بصوا بقى، هقول لكم على حاجه استخدمتها فتره بتاع 3 شهور. لو عندك اماكن فيها فراغات كتير وعايزه شعرك يطلع بعيد عن الصلع الوراثي، الصلع الوراثي هو اصلا بيستخدم للصلع الوراثي، لكن انت عندك فراغات كتير وعايزه مش صلع وراثي، فراغات بس عادي بقى، عندك لخبطه هرمونات من التوتر، قله تغذيه، الكلام ده كله، ده هيطلع الشعر. بس لما بتوقفي الشعر بيبدأ يقع. انا ما حصلش معايا ان هو يقع قوي زي الاول، لا، وقع حاجات بسيطة لكن الشعر اللي طلع فضل موجود. انا بقول عن تجربتي، فانا برضو مش عارفة هل من الفيتامين اللي انا باخدها كل يوم هو ده اللي حافظ لي على الشعر وما خلاش الشعر يقع، ولا لا. لان في ناس بتجربه ولما بتوقفوا بيقولوا ان هو بيوقع، يعني بيوقع شعرهم تاني، يعني كل الشعر اللي طلع بيقع تاني، تمام. وهو المينوكسيديل، المينوكسيديل الفوم ال5%، ده انا استخدمته من رجيم، كنت بستخدمه مرتين في اليوم، وبعد كده استخدمته مرة في اليوم عشان انا وقفته تدريجي.
ده انا استخدمته قبل اللوشن بتاع ACM واللوشنات والسبرايات التانية اللي انا وريتها لكم. ده كان حلو قوي، كان بيطلع شعر، كان بيطلع بيبي هير، وكان بيحفز الفروه بتاعت شعري، لان انا في فتره قليله بحس ان شعري بيتقل، المنطقه اللي هي خفيفه بدات يطلع فيها شعر صغنطط، فده كنتيجه بيبان على طول. بس اول ما تستخدميه هتحسي ان شعرك بيقع فوق المعتاد. فلما سالت الدكتور قالت لي ان ده عادي جدا، ده بيوقع الشعرايه اللي هي التلفانه الوحشه، وبعد كده بيطلع الشعر. استخدمته فترة وطلع حلو بيطلع الشعر، بس انا مرضتش ان انا اكمل عليه عشان خفت من الكلام اللي بيتقال ان انا لازم استمر عليه مدى الحياة. فكاستعمالي ليه بيطلع شعر على طول، لكن اهم حاجة ما توقفوش على طول، وقفيه تدريجي. يعني انا سألت الدكتور قالت لي وقفيه تدريجي، فانا لما وقفته تدريجي انا كده ممكن بقالي بتاع سنة موقفاه. استخدمت فيهم ازازتين في الفتره اللي انا استخدمتها، ازازه خلصت والازازه دي فيها شويه صغنطاطين اهو. ده شكله، ده اللي هو الفوم. ما رضيتش اجيب اللي هو التاني السايل علشان خفت ان هو ينزل على الجبهه عندي يطلع شعره كده. الفوم احلى، مش بيعمل التهابات في الشعر على طول. مجرد ما بتحطي وان انت تبداي كده تعملي بصوابعك على طول يعني فروه الشعر على طول يعني بتشربه بينشف على طول. ده اهو حلو، بس انا بقول لكم ده لازم تستعمليه وهتوقفيه تدريجي. انا معايا الشعر اللي طلع بيه ما وقعش، وقع الحاجات العاديه التساقط العادي الطبيعي بتاعي. هل ده بقى من الفيتامين اللي باخده والحاجات اللي انا بستخدمها التانية ولا لا؟ دي انا مش عارفه. فده للي عايز يستخدمه على طول. حلو 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 حلو، يمكن ده اسرع حاجه عشان ده مينوكسيديل معروف، وده اصلا يعني بيستخدموه للصلع الوراثي. بس انا استخدمته فتره كده قلت اجربه، فلقيته فعلا حلو. بس بصراحه خفت، لان انا استحيل ان انا اجيبه امشي عليه طول حياتي. انا عايزه علاج، فيتامين ماشي، دي بتبقى مفيده لجسمي ولشعري فعادي حتى لو استمريت عليها على طول، لكن حاجه زي كده لا. كريمات بقى، ترطيب، حمامات زيت، حمامات كريم، لوشن، الكلام ده كله عادي جدا، ده عادي كده كده بنستمر عليها مدى الحياه. لكن ده لا، خفت بعد ما يعني اصرف واعمل في شعري واتعب وبعد كده اجي اوقفه الاقي شعري وقع بصراحه. فده تجربتي بقى، اللي عايز يستخدمه يستخدمه، ده براحتكم. فدي كانت كل المنتجات اللي انا استخدمتها، ويا رب اكون يعني فدتكم، ويا رب تكونوا انتوا كمان استفدتوا. واي سؤال طبعا اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وزي ما قلت لكم هكتب لكم الزيوت كلها اللي انا عاملاها خلطه دي مع بعض اللي انا بستخدمها حمام زيت، هكتبها لكم في اول تعليق. اول ما انزل الفيديو هكتبها لكم في اول تعليق. فاللي عايز يسالني في اي سؤال اكتبوا لي وانا هرد عليكم على طول. فاستنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. اي حاجه بجربها كشعر كالبشره، حاجات بجيبها، اي حاجه فهعمل لكم عليها ريفيوهات وهنزلها لكم ان شاء الله الفتره الجايه. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.